كل رقم مرتب ممكن تكون سمعته عن الشغل في ألمانيا، مش هو الرقم اللي بيوصل جيبك. في ألمانيا أي وظيفة بيبقى في رقمين في المرتب، هو المرتب ببساطة قبل الضرايب وبعد الضرايب والتأمينات، والفرق ما بينهم كبير، يعني حوالي التلت تقريبا. ولو انت جاي ألمانيا عشان تشتغل كصيدلي فيمكن تكون تسمع ان أول مرتب ليك هو حوالي 5000 يورو. بس في الفيديو ده أنا هقول لك بالتفصيل الأربع مراحل من الصفر لأقصى مرتب انت ممكن تقبضه كصيدلي. كل مرحلة هقول لك الرقم اللي بيطلع من صاحب العمل ليك وايه اللي بيتفضل لك بالظبط صافي، علشان في اخر الفيديو تخرج تبقى عارف بالظبط من اول ما انت تيجي تحط رجلك في البلد هتقبض كام في كل مرحله، وايه اللي هيتفضل لك بعد مصاريفك الاساسيه. لو اول مره تشوفني اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي اكتر من 7 سنين. اشتغلت فيهم شغلانات مختلفه في ولايات مختلفه، وكنت مدير صيدليه لسنوات. بس هو اصلا ليه الموضوع ده يستاهل فيديو مخصوص؟ اولا مش بس عشان ده سؤال بيتكرر كتير، هل المرتب اللي انا هقبضه ده لما بعد ما اسافر يكفيني مثلا او يكفيني انا واسرتي؟ بس كمان اللي الناس مش بتاخد بالها منه ان انت مش بتقارن مرتب بمرتب، ولكن انت بتقارن حياة كلها، او يعني ايه كل المميزات اللي انت بتاخدها وانت بتشتغل في اوروبا وتحديدا في المانيا، مقارنة بالفلوس اللي انت يعني بتعملها سواء انت كنت بتشتغل في اوروبا او انت بتقارن ده مثلا بالخليج او مصر او اي بلد تاني. فالسؤال الحقيقي هنا يعني مش انا بقبض كام، بس المرتب بتاعي ده يقدر يخليني اشيل بيتي ويوفر لي جودة الحياة اللي انا مستنيها من الغربة ببساطة. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده وانت بالفعل في المانيا وعديت مثلا اول جزء في المعادله، فالجزء ده مش ليك، ممكن تروح للفصل اللي بعده. اول حاجه هنتكلم عليها هي لو انت لسه بره المانيا. اول ما بتيجي المانيا، لو انت جاي تعمل معادله عشان تشتغل كصيدلي، محتاج تمتحن اول امتحان اللي هو امتحان اللغه الطبيه. من غير الامتحان ده مش هيطلع لك ترخيص مزاوله مهنه، من غير مزاوله مهنه مش هتقدر تشتغل، وبالتالي مفيش دخل من الصيدليه. فنقدر نقول انت دخلك في المرحله دي صفر، وانت بتحاول ان انت تغير ده طبعا، وتكون بتصرف ساعتها من مدخراتك او الفلوس اللي انت حاططها سواء في الحساب المغلق او الفلوس اللي انت محوشها. وعشان ابقى صريح معاك، الشهور دي اخطر شهور في الرحله كلها ماديا، حتى لو مصاريفك وقتها مثلا محدوده او كده، بس في نفس الوقت انت ما عندكش لغه قويه ولسه ما عندكش شغل وبتصرف من مدخراتك. والحاجه دي محدش كتير بيتكلم عنها او بيحذر منها، انت بتكتشفها في معظم الاحيان لوحدك اول ما انت تحط رجلك في البلد. والمخرج الوحيد منها ان انت تنجح في امتحان اللغه الطبيه دي من اول مره. عديت الامتحان مبروك، فانت هيصدر لك تصريح مزاوله المهنه، اسمك صيدلي تحت الاشراف، تقدر ان انت تدور على شغل وتشتغل. وفي المرحله دي انت المرتب بتاعك يعني مشابه لمرتب مساعد صيدلي اللي هو حوالي 3000 يورو قبل الضرايب. يعني بعد الضرايب بيبقى صافي المرتب اللي بيخش جيبك حوالي 1800 ل 2000 يورو. وعلى فكره لو انت بتحضر نفسك لامتحان اللغه الطبيه، انا عامل دوره بساعد فيها عدد محدود من الصيادله للامتحان ده علشان ينجحوا فيه بسرعه وبسهوله. لو انت مهتم ممكن تشوف اللينك تحت الفيديو. والمرتب ده هو مرتب متواضع، يعني لازم تبقى عارف هو ده الحد الادنى للاجور. بس المرحله دي اللي انت بتبقى بتشتغل فيها اسمك يعني صيدلي تحت الاشراف، ده معناها ان انت مستني تمتحن الامتحان التاني في المعادله علشان يبقى معاك التصريح مزاوله المهنه الدايم. فهي مرحله عبور، يعني منطقه انت بتتعلم فيها وعايز بس ان انت تكفي مصاريفك او مصاريفك انت واسرتك مش اكتر، لحد ما ان شاء الله تنجح في الامتحان المعادله وتبقى معاك مزاوله المهنه. والمرحله دي ما بتزيدش عن سنتين، هي من سنه لسنتين، يعني يفضل ان انت تاخدش اكتر من سنه في التحضير، والسنه دي مده كافيه جدا تكون انت جمعت خبره في الشغل، في نفس الوقت انت بتذاكر الامتحان بتاع المعادله اللي لما بتنجح فيه ان شاء الله، فانت خلاص انت بقى اسمك صيدلي معتمد، بتقبض مرتب صيدلي. ودي بتبقى اكبر قفزه ليك في الكارير بتاعك هنا في المانيا. فانت مرتبك بيطلع من ان انت بتقبض يعني 3000 يورو او اقل من 3000 يورو ان انت تقبض 5000 يورو في المتوسط. ده يعني مرتب بتاع واحد صيدلي لسه فريش، لسه ما عندوش خبره كتير في المانيا. ده بيبقى قبل الضرايب. بعد الضرايب ده بيبقى حوالي 3200 يورو، وده الرقم اللي معظم يعني الصيادله اللي لسه بيشتغلوا ده بيشتغلوا في صيدليات. طبعا لو نتكلم ان انت بتشتغل في صيدليه، وده رقم محترم، وممكن انت تاخد يعني تلاقي عرض احسن لو انت اشتغلت في مكان اكبر او في ولايه تانية اجور فيها اعلى. بس على افتراض ان انت مش راضي عن مكانك او بتدور على اماكن تانية تزود فيها المرتب بتاعك، ايه الطريق؟ ودي حاجه يعني مفيش ناس كتير بتتكلم عنها. لو انت عايز تفضل ان انت موظف في المانيا وانت مش هتخش مثلا في مجال الصناعه، او يعني تضطر ان انت تذاكر حاجه تانية علشان تشتغل شغلانه بمرتب اعلى، ففي سكتين اللي يقدروا يوصلوك لمرتب اعلى. اول سكه فيهم ان انت تحاول ان انت تاخد خبره علشان بعد كده تدور على وظيفه ان انت تكون فيها مدير صيدليه، ما انتش بس صيدلي موظف في المكان، ولكن انت تكون بتدير الصيدليه كلها وبتدير الفرع. ودي حاجه يعني مطلوبه جدا في الصيدليات في المانيا، علشان اي حد بيفتح صيدليه يقدر يفتح لحد 4 فروع، بس كل فرع لازم يكون له مدير، والمدير ده بيكون عليه مسؤوليات. معظم
معظم الاحيان بيشتغل كتير يعني او بيشيل مسؤوليات اكتر من اي حد تاني في الصيدليه، بس في نفس الوقت المرتب بتاعه بيبقى اكبر من اي صيدلي تاني مش مدير صيدليه. ودي الحاجه اللي انا كنت عملتها، انا قعدت لمده 3 سنين بشتغل مدير صيدليه، ودي تخلي مرتبك ممكن يزيد يعني حوالي 20% زياده او اكتر على حسب المكان. الحاجه التانيه ان انت تشيل مناوبات طوارئ. يعني ايه؟ يعني الصيدليات بتكون مضطره ان هم يعملوا ساعات طوارئ بالليل، يعني بيبقى في كده كل مدينه بيبقى في شويه صيدليات لازم يكونوا فاتحين 24 ساعه في يوم معين او في ليله معينه. او الصيدليات تكون مثلا محتاجه صيدلي، لازم يكون اي صيدليه لازم يكون في صيدلي موجود دايما، بس هم النهارده عندهم عجز او في حد يعني عيان او مسافر اجازه واحنا مضطرين النهارده ان احنا يكون عندنا صيدلي. فانت ممكن تشيل المناوبات دي، والمناوبات دي سعر الساعه فيها بيكون تقريبا ضعف سعر الساعه العادي اللي انت تكون بتقبضه في شغلانتك الاساسيه. فدي حاجه ممكن انت تعملها بجانب عملك الاساسي، ودي حاجه صيادله كتير بيعملوها بجانب عملهم الاساسي. وممكن لو انت عملت منها كتير او لو انت في ولايه فيها عجز كبير او صيدليات كتير فيكون دخلك كبير جدا من المناوبات دي. بس دي طبعا ليها عيوب تانية، ان هي يعني غير متوقعه وفي مجهود انت بتبذله ان انت يعني بتشتغل زياده، خصوصا لو انت بتعمل ده جنب شغلك الاساسي او عملك اللي بدوام كامل في الصيدليه. بس مبدئيا دي ممكن ترفع برضو يعني مرتبك السنوي ممكن 30-40% زياده. فلو انت يعني مثلا بتقبض 70,000 يورو في السنه، ممكن مع الحاجات دي توصل مرتبك يوصل مثلا 80-90,000 يورو في السنه. طبعا الكلام ده قبل الضرايب مش بعد الضرايب. لو انت مش عارف انت فين في السلم ده، او انت حاسس ان انت محتاج مساعده او ارشاد ازاي تحسن وضعك علشان تلاقي وظيفه احسن ماديا، او بشكل عام محتاج مساعده بهذا الشأن، ممكن تشوف اللينك تحت الفيديو تكتب لي وممكن نتكلم اشوف ازاي اساعدك ان انت تختصر الطريق ده لاحسن حل يوافي لظروفك يعني. طيب هل مرتبك انت كصيدلي ده يشيل اسره او يفتح بيت يعني زي ما احنا كنا بنقول في اول الفيديو؟ طبعا. يعني انت لو بتشتغل فالمرتب بتاعك ده مرتب صيدلي، ده يعتبر مرتب فوق متوسط في المانيا، والمرتب ده يقدر ان هو يكفي بيه مصاريفك انت واسرتك. علشان ابقى صريح معاك، مرتبات او انظمه الضرايب والتامينات في المانيا مش معموله على طول ان تكون بس فرد في الاسره هو العامل. معظم الالمان فردين اللي في الاسره بيشتغلوا، يعني الزوج والزوجه. بس لو انت فعلا عايز تشتغل اكتر وما تفضلش صيدلي، فهيبقى الخطوه المنطقيه بعدها ان انت تمتلك صيدليه او صيدليات في المانيا. ان شاء الله هبقى اعمل فيديو قريب عن ازاي ان انت تفتح صيدليه في المانيا بتفصيل لو انت حابب تعرف دوت. لو الفيديو ده فادك فما تنساش تشترك في القناه، عشان اكيد الفيديوهات التانيه اللي انا بعملها هتكون مفيده برضو ليك. ممكن تسجل في قائمه الايميلات بتاعتي، هحط اللينك تحت الفيديو هنا على طول. انا ببعت ايميل كل اسبوع بكل التحديثات اللي بتحصل في المهنه وفي طريقك لألمانيا بشكل عام، علشان اشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها وانصحك فيها. ولو انت صيدلي في المانيا بالفعل، فالفيديو عن امتحان اللغه الطبيه او الفاخشبراخبروفung فده هيكون خطوتك الجايه، ممكن تشوفه هنا. بس اشوفك فيديو جديد.